سهم الاسعار نزل لافضل نقطة اللي ممكن تشتري بيها اجهزة. واهلا بيك مع اخوك ابو ياسين في معرضك المتواضع الايطالية. والنهاردة اوعدك بفيديو قيمة مقابل سعر مع اخوك ابو ياسين. وبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير وسيد الخلق اجمعين تسليما كثيرا الى يوم الدين. نبدأ منين الحكاية يا ابو ياسين؟ هقول لك تلاجاتك معروضة قيمة مقابل سعر، بس اصبر معايا دقيقتين بس رجاء اخوي. اشترك وفعل الجرس واعمل لايك مشكور لو انت اخ من اخوات ابو ياسين. النهارده قيمه مقابل سعر البوتاجاز اللي حقق نجاح الحمد لله كويس قوي قوي بدون ادنى شكوى. قيمه مقابل سعر فعلي اللي هو البوتاجاز التكنو فاير. ده تكنو فاير استانلس بالكامل. اللي موجوده دي يا جماعه الخير طبقه حمايه. لازم الطبقه اللي على الوش دي اللي على سطح البوتاجاز لازم تتشال، اللي في الاجناب بتتساب عادي جدا. لوحه المفاتيح بالكامل، فرن، شوايه، اشعال، مروحه 60 في 80 فرز اول بضمان شركه لمده 5 سنين. ادي الضمان، الشوايه المتحركه، مجموعه الرجول، وادي المروحه الداخليه. سعره كام النهارده في العرض القائم عندكم يا ابو ياسين؟ 6250. مش هتلاقي الجوده دي، صدقني اخويه مش هتلاقي الجوده دي بالسعر ده. قبل ما نروح على الثلاجات، ده ايكون برو 60 في 90 فرن، شوايه، اشعال، مروحه. طبعا الاولاني 60 80. هنا باين فرق الحجم. هنا بيتضاف له تايمر برضو على مفتاحين للفرن والشوايه اهم مع التايمر. الاشعال، المروحه، الشوايه المتحركه، كوش نحاس برضو. ده هنا بيجي بحوامل عريضه جدا، زجاج عاكس مرايه. باب الفرن دبل ازاز هنا زي ما حضراتكم شايفين. شوايه بالعرض، الملحقات جواها الشوايه جوه الفرن بطول الفرن، مروحه داخليه. الحواجز او المطبقيه زي ما تسميها سميها لمنع التآكل. الصاج الاضافي مع كمان حافظه من اسفل زي ما حضراتكم شايفين شكل الحافظه اهو. دي كده الحافظه. النهارده نازل في عرضنا القائم في الايطاليه 9300. طب ما هتزود كام؟ هتزود 600 جنيه وهتاخد المكونات الايطاليه لدى اخوك ابو ياسين في الايطاليه. ميدن ان ايطالي، حوامل انامل مش حوامل حديد، غرف مش على مواسير، امان للفرن والشوايه، يعني ده اسمه نص امان، زجاج عاكس، ضمان شركه 10 سنين. ادي شكل لوحه المفاتيح، ده البراند بتاع يونيون اير. هنا بيزيد شوايه كمان، يعني ده 2 شوايه. ادي الشوايتين زي ما حضراتكم شايفين كده اهم، دول الشوايتين بتوع الجهاز. الضمان والكتالوج وكل التفاصيل. الازاز هنا ايزي كلين يعني سهل التنظيف. هنا بقى مش ازاز ثنائي، هنا ازاز ثلاثي بالحافظه برضو من اسفل. سعره 9900 معانا في الايطاليه. تعالى كده لما اقول لك قيمه مقابل سعر، هات لي حد بيبيع ثلاجه من فتره طويله بواقي تصدير. ده على فكره ده لازق عشان بس تبقوا عارفين، انت بتشيله او بتسيبه زي ما انتوا عايزين. سوبر تيك دي انتاج شركه يونيون اير، شاشه تحكم ديجيتال. السعه اللتريه الصافيه بتاعه الجهاز كام يا عم ابو ياسين؟ 330 لتر حجم صافي، توتال نو فروست. ادي باب الفريزر زي ما حضراتكم شايفين. بواقي تصدير يا جماعه الخير، يعني مش فرز تاني ومش فرز اول، دي بواقي تصدير بكميات بتكون طالعه السعوديه والامارات، بيفضل منها جزء الشركات بتديها للمعارض. الضمان والكتالوج زي ما حضراتكم شايفين. مستني ايه بس عشان تعمل؟ انا مش شايفك عملت لايك ولا اشتركت وفعلت الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات من الايطاليه. بعتذر. ادي شكل الثلاجه بالكامل. مجموعه الارفف هنا مجمعه زي ما حضراتكم شايفين. درج الخضروات يعني الرف بتاع الفريزر مع رفين في الكابينه مجمعين اهو زي ما حضراتكم شايفين. لمبه اضاءه الليد، الحواجز داخل الثلاجه دي فعليا يا جماعه الخير بتتباع 14، هي فعليا 13 قدم، 330 لتر حجم صافي. سعرها بعد الكلام الكتير كام؟ 16500. اهلا بيك في الايطاليه. الوحش الكوري وايت ويل الغني عن التعريف في الاستيراد وفي المحلي. براندك براند عالمي مش قليل. الوايت ويل ماركه محترمه جدا، شاشه تحكم ديجيتال. عندنا منها الموديلين اللي معروض بره دلوقتي في عرض المعرض، اللي هي بدون حنفيه، وهشرح لك وهقول لك برضو عندنا منها بحنفيه. بتكتب مقبض بيلت ان. دي 430 لتر حجم صافي. بعتذر على لفه التليفون. 430 لتر حجم صافي يعني 18 قدم صافي. في احيانا كتير بيقول لك 430 لتر 20 قدم، بس هي فعليا 18 قدم.
الضمان والكتالوج فرز اول. درج الفيتا فريش للحوم وللدواجن اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، الدرج مفتوح 3 رف زي ما حضراتكم شايفين اهو. ادي ال3 رف. هنا الحواجز بقى اللي بنوزع عليها الرفوف كما شئنا. درج الخضار، امكانيه دخول التهويه من عدمه للحفاظ على الخضار والفاكهه اكتر من 21 يوم. جاي معانا هنا كمان مجموعه المشتملات فيها جزئيتين المفصلات دي لنقل الباب، لو احنا مش عايزين نفتحه بالوضعيه دي بنفتحه عكس حسب تصميم المطبخ او المكان اللي هي هتكون في التلاجة. ادي المجموعه الكامله اهي. بنشيل دول بنعكس بنحطهم هنا، الطوبة دي بنحطهم في الاتجاه التاني ونركب الباب هنا وبنركبه برضو تحت. كام؟ 29,800. واوعدك ان محدش هيديك السعر ده في اي مكان في الدنيا، لان لستة شركتها حاليا 32,000 وكسر. 29,800. بيجي هنا عندنا ديسبنسر اضافي بيبقى في الموديل الثاني، ما كانت موجوده ومعروضه برده في فيديوهات عندنا. الحنفيه الخارجيه بتزيد 1000 جنيه، فرق بين اللي بحنفيه او بدون حنفيه 1000 جنيه. يلا ننوع لك شويتين عشان ما تزهقش من اخوك ابو ياسين، ونقول لك الباب الهيدروليك المتين في غسالتك الوايت بوينت الفرز الاول 13 كيلو كاملين، تاتش كلية زي ما اخواتي شايفين. الشاشه دي بتنور كده بالكامل، بتبقى شكلها تحفه. وادي الباب بدا ينزل لما ادينا له الاوردر. لا ده عشان الكراتين اللي وراه بس. ادي وسع الحله الداخليه، الضمان والكتالوج و2 خرطوم ميه طبعا لانها ساخن بارد. حله من الستانلس ستيل. وادي الباب الهيدروليك، في منها دي وفي منها الفريش برضو ال13 وسعرهم نفس السعر 16,200 موجودين عند اخوك ابو ياسين في معرضك الايطاليه. تلاجتك هي عايز الحلويات والجماليات دي موجوده في الايطاليه. دي 18 قدم حجم صافي 426 لتر، وبالمناسبه دي بتتكتب 15 عشان الجمارك والضرايب بين الشركات والجمارك، ودي قصه شرحناها كتير. بابك من الازاز يا جميل، ووتر ديسبنسر، حنفيه خارجيه، شاشه تحكم ديجيتال، البراند فريش، لون اسود بتجزيعه فضي، ولا اجمل ولا اروع من كده. ووتر ديسبنسر، درج الفريز زون للحوم والخضار، لمبه اضاءه ليد في الفريزر. بسم الله ما شاء الله، التلاجة جميله وتحفه جدا جدا جدا. الفلتر لازاله الروائح او فصل الروائح، لمبه الاضاءه الليد، بيج بوكس، بوكس كبير ممكن هنا نقسمه جزئين. مشتملات التلاجة، وادي الوعاء بتاع الديسبنسر. كل ده بكل التفاصيل عامله النهارده 36,500. موجود عندنا كمان جميع احجام غسالات التوب هتلاقيها في الايطاليه اهي، والغسالات الاوتوماتيك الزانوسي موجوده مع جميع الاحجام. البيرلا ماكس والستيم ماكس موجودين عنواننا. وعندنا كمان شاشات سامسونج جميع الاحجام، عندنا 50 بوصه وعندنا 58 بوصه، الله اكبر، فرز اول. وجميع احجام البوتاجازات، عندنا برضو بوتاجازات يونيفرسال، امان كامل وحامل ظهر وشاشه ديجيتال، جميع المواصفات. اتواصل معانا على 011 00 87 30 13. احنا في خدمه اخواتنا 7 ايام في الاسبوع ما عدا يوم الاحد اجازه في رمضان. احنا بعيدا عن بعد رمضان بنشتغل 7 ايام، في رمضان بناخد الحد اجازه. بنفتح ان شاء الله من 1 الظهر ل5 مساء، وبعد الافطار من 7 ل 11. ربنا يعيد الايام على جميع المسلمين بكل خير وهنا وسعاده. وشكرا لو انت وصلت معايا لحد هنا.